وهنتكلم النهارده عن أكبر مدة لخلافة إسلامية وهي الخلافة العباسية، واللي بنيجي نشوف إن هي استمرت حوالي 760 سنة، وبتيجي ضمن أكبر وأطول 10 إمبراطوريات عبر التاريخ. زي ما حكينا في حلقة الخلافة الأموية إن بنو عباس اللي بيرجع نسبهم إلى عم الرسول عليه الصلاة والسلام العباس ابن عبد المطلب استغلوا ضعف الدولة الأموية وجمعوا كل المعارضين ليهم لدرجة إنهم استعانوا بما تبقى من الفرس والتحالف معهم للقضاء على الخلافة الأموية. أول خلفاء الدولة العباسية كان أبو العباس عبد الله بن محمد، واللي كان مشهور بالسفاح، واللي خد تقريبا 8 شهور يحارب ويقضي فيها على ما تبقى من الأمويين، واللي كان آخرهم مروان بن محمد واللي خلص عليه في مصر. ولك أن تتخيل إن ما فضلش من الأمويين غير واحد بس وهرب للأندلس، وطبعا أقام دولة هناك وكان الخليفة عليها وهو عبد الرحمن الداخر أو الشهير بصقر قريش، وده كان آخر ما تبقى من الدولة الأموية. وبعد 4